السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين إن شاء الله في شرح كونكت بلس كي جي 2 على القناة. معادنا مع ليسن 3 الدرس الثالث من الوحدة الثانية. بيقول لي vocabulary and speaking writing، يعني مفردات وتحدث وكتاب. طيب تعال نشوف الدرس ده بيتكلم عن ايه. أول حاجة عندي الفوكاب، أول كلمة عندي كلمة house. house الإي هنا ما بنطقهاش، والاو يو بتعمل صوت اسمه الاو، فبقول house زي كلمة about زي كلمة count زي كلمة mouth. يبقى الاو يو بتعمل ايه؟ house. طيب تاني كلمة عندي bedroom. bed شورت اي، room bed يعني سرير، وروم يعني غرفة. bedroom الاي صوته ايه فبقول bed room bedroom يعني غرفة نوم. مطبخ يعني kitchen شورت اي كيت، والسي اتش بنطقها تشا كيت ش كيتشن على بعضها كيتشن. طيب ايه كمان عندي؟ غرفة المعيشة اسمها living room. الجي تنطقهاش، تقولش living، لا living في شورت اي living room يعني غرفة المعيشة. حديقة يعني garden مقطعين، الاي لما يجي وراها ار بنطقها كده garden. حمام يعني bathroom. كلمة bath لوحدها معناها البانيو ده، وروم يعني غرفة، فغرفة البانيو أكيد هيكون الحمام. bathroom التي اتش طلع فيها لسانك بنطقها ده حرف الثاء. bathroom ده كله بقى ايه؟ this is my house. this is يعني هذا يكون، my بتاعي أنا، house ده بيتي. this is my house this is my bedroom. this is my house. this is a kitchen. this is a garden. this is a bathroom. this is a living room. bedroom house kitchen garden bathroom. طيب نكمل. بيقول لي هنا language، اللغة أو القواعد اللي عندي في الدرس ده. to talk about your own house. own يعني ملكك أنت، عشان تتكلم عن بيتك أو ممتلكات بيتك. أنا بمتلك المكان ده. this is هذا يكون. my بتاعتي أنا، حط وراها أي حاجة. this is my kitchen ده مطبخي. this is my bathroom ده حمامنا. this is my living room ده غرفة المعيشة. this is my garden دي غرفة، دي الحديقة. يبقى this is معناها هذا يكون، لازم يجي وراها اسم مفرد. الغرفة مفرد والحمام مفرد، لازم يكون وراها حاجة مفردة. this is my bedroom ده ايه؟ ده حجرة النوم بتاعتي. this is my bathroom يعني ده الحمام بتاعنا. this is my living room غرفة المعيشة بتاعتنا. this is my bedroom غرفة النوم بتاعتنا. this is my kitchen مطبخنا. this is my bathroom. يبقى my صفة ملكية بيجي وراها الشيء الايه؟ المملوك، بتعرفني الحاجة اللي جاية بعديه هو ايه؟ هو ملكي. ناخد معاهم كمان الدرس الرابع والايه؟ والخامس. الدرس الرابع والخامس بيتكلم، بيقول لي listening استماع and speaking وتحدث. connect with geography. كلمة geography يعني ايه؟ يعني دراسات. طيب اول كلمة عندي كلمة الاس مع التي مع الار بنطقها سترا، والاي بتعمل لونج، يبقى سترا ايت. ستريت يعني شارع. تاني كلمة مدينة يعني سيدي. السي لما يجي وراها اي بنطقها سه، وشورت اي س، والواي بنطقها اي، فاصبح التي بين الاي والاي، والتي لما يجي بين الاي والاي بنطقها دي، فبقول سيدي. منزل هاوس لسه واخدينها حالا دلوقتي مش هنشرحها تاني. كلمة قرية يعني فيلج فيلج الجي جايه بين الحرفين المتحركين، هنطقها دي وجي مع بعض، ما تقولش فيلج، لا فيلج ج تمام. دولة يعني country، الاو هنا سايلنت، والسي بنطقها ك، واليو يبقى كم، والتي مع الار بنطقها ترا. country يعني دولة. country نستخدم بقى الدرس اللي فات. this is my village دي قريتي، او this is my city. تاني street city house village
country. ده كده الدرس الثالث والرابع والخامس. لو حابين نكمل ان شاء الله اعمل لايك وشير عشان نكمل، ولو حابب تشترك معانا في منهج الترم الثاني وواجبات ومتابعه ابعت رساله على اللينك اللي تحت في صندوق الوصف الواتس وهرد عليك كل التفاصيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.